الفاصلة وفاز الوداد وصعد عشان يلعب في دوري المجموعات. واول هدف اللقاء للنادي الاهلي محمد ناجي جده. لسه بنحكي عن مشوار الوداد، ولكن مشوار جده الى شباك فريق الوداد بهدف رائع لمحمد ناجي جده. كان له بصمه مع المنتخب المصري في افريقيا 2010 باهدافه الخمسه. قدم من الاتحاد السكندري عشان يشعل الملعب ويسجل الاهلي في الدقيقه 36 اول اهداف اللقاء من خطا تكرر كثيرا من دفاع الوداد، ودفاع الوداد لم يفطن للخطا. وادي امامنا كرات الاهلي اللي في العمق. شوف امامنا لمسه ابو تريكه وتحرك من محمد ناجي جده لكسر منطقه التسلل ويلاحقه يوسف رابح، لكن الرابح هو ناجي جده. محمد ناجي جده يسجل اول اهداف اللقاء للنادي. أدوان ستارز الغاني وسجل ايضا في مرمى فريق نادي. هدف التعادل هنا في هذه اللقطه، هدف التعادل لفريق نادي عن طريق اللاعب عبد الرحيم منكجان. عبد الرحيم منكجان هدف التعادل في بدايه الشوط الثاني. ادي امامنا الكره الثابته، كره ملعوبه واستغلال للكرات الثابته، ويسجل عبد الرحيم منكجان هدف التعادل لفريق نادي الوداد في هذه اللحظات 1-1. هذه دي كاستان. توقيت الهدف لفريق الوداد توقيت مهم للنادي الاهلي وتحركه. نتمنى يحافظ على النتيجه بعد ما قدم شوط اول حقيقه رائع وكان له افضليه، لكن من خلال كره ثابته. شوف الكره الثابته ملعوبه من ايوب سكوما البديل. وادي امامنا هنا الصراع في الالعاب الهوائيه وضربه راسيه ترتطم في ارض الملعب ثم بعد ذلك في باطن العارضه. صعبه جدا الكره اللي امامنا، يعني طبعا هنا الرقابه في هذه اللقطه. ادي امامنا قلب الدفاع اللي تقدم في هذه الكره، ومحاوله كانت من ربيعه للرقابه. اللاعب المتقدم هو قلب الدفاع عبد الرحيم منكجان صاحب هدف التعادل اللي بياتي لفريق الوداد في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني.